يطرح الاسئله ناصر السحيمي. يلا اخوي ناصر كيف حالك استاذ معاذ؟ يا هلا والله. طيب قلنا شعورك في هذا اليوم. والله انا زي ما ذكرت الاخوان اشكر الاخوه كلهم على هذا الحفل الجميل اللي قدمتوه لنا يعني، وصدقني انه سيبقى في الذاكره. كل واحد منكم يعني راح يبقى له مكان ومعزه كبيره في ذاكرتي انا وذاكره الاستاذ ياسر. طيب من هو اقرب طالب لك لقلبك يعني؟ والله الجميع صراحه، لكن انا دائما لا ما هو دائما المدرس اللي يحب مادته يكون اقرب واحد لقلبه اللي يستفيد منه. تمام؟ لما المس انه في واحد من الطلاب مثلا بدا يستفيد وبدا يتغير مستواه، هذا اكثر واحد يشعرني بالسعاده. بالتالي دائما هو اقرب واحد في ذيك الفتره يكون لي يعني. طيب بهذه اللحظه راح يعني مع الوقت راح تنسانا ولا راح تزورنا ولا؟ ابدا بالعكس، والحمد لله اننا احنا جينا اليوم وصورنا وسجلنا تسجيل فيديو هذا عشان يعني عشان الواحد حتى وان يعني نسى بعض الشيء يتذكر ويسترجع الايام الحلوه هذه. طيب بمناسبه الحفل هذا وش المناسبه يعني عندك يعني؟ والله هو المناسبه صراحه الاحتفال بالاستاذ ياسر الحقاني. ولا تنسى نفسك. لا امر بسيط بالنسبه لي عادي، واحنا مستمرين مع بعض ان شاء الله، وان شاء الله راح يكون لنا حفل ثاني ان شاء الله كبير جدا قيم جدا ان شاء الله بعد اكمال المشاريع ان شاء الله. انا يعني اشكر جميع الشباب على مجهودهم الكبير اللي قدموه في المشاريع. إضاءة. طيب استاذ معاذ سؤال ابغى له سؤال كذا. انا ابغى اسال، خلنا ندخل. يلا اسئله. نرحب بالاستاذ معاذ مره اخرى، ترحيب الدنيا كلها، حجم الفيصليه ما تكفي حقيقه، ولكن ودنا نسال سؤال. ماذا قدم الاكاديميه او ماذا قدمت اكاديميه الامام احمد بن سلمان للافلام التطبيقي، او ماذا اضافت هذه الاكاديميه للاستاذ معاذ؟ هذا اسهل اجابه في الدنيا. اضافت لي رجال امثال. الله يخلي، هذه اجابه دبلوماسيه. لا دبلوماسيه، لا بالعكس، والله هي الاضافه الحقيقيه، هي الاضافه الحقيقيه. الجميع يعرف انه انا تدريس اللغه الانجليزيه شيء احبه، ولكنه ليس مجالي الحقيقي. ويعني لكن اللي اضافته لاكاديميه الامير احمد بن سلمان هي الاخوه قريبين من القلب اللي اجتمعوا تقريبا كم عددنا؟ 25 شخص، يعني 25 اخ. وانت يعني انا اظن لازم نشكر الاخوان في الاكاديميه على العظيمه اللي قدموها لنا. انوار يا شباب، ترى النور عالي جدا، تسمع الاضاءه. يلا سؤال اخير قبل ما نغادر. كبسه الراس. وين يبغى يوصل استاذ معاذ؟ احنا هذا سؤال يمكن يهم فرحان اكثر من الطلبه. وين يبغى يوصل؟ استاذ معاذ مبدع، استاذ معاذ اكاديمي من الدرجه الاولى، استاذ معاذ خلينا نحول السؤال الى وين ابغى اوصل مع المجموعه الاخوان. ممتاز. مع المجموعه. طبعا ابغى اوصل الى انه مثلا ابو خلف هنا كيف؟ ان شاء الله يعني يحقق احلامه. ترى مي بصورة بس. يتحدث اللغه الانجليزيه بطلاقه. باذن الله هذا باذن الله، ويعني تساهم اللغه الانجليزيه في انها تبني شخصيته الاعلاميه مستقبلا بشكل ايجابي. ابغى اوصل الى اني مستقبلا لما افتح القنوات المحترفه الموجوده في نعم، بحصل مثل ابو فيصل ومثل ابو خلف مثل مسفي نعم خلف الكواليس. فهذا بحد ذاته اظن لا يقدر ثمن. هي ما هي بقيمه ماليه بقدر ما انها يعني قيمه معنويه، انجاز للانسان، انجاز يعني هذا اكبر انجاز. بالنسبه للفتره الحاليه اللي احنا الان فيها، بس عشان نوثق الحدث، المشاريع هذه اللي احنا نعمل عليها باللغه الانجليزيه، مشاريع اعلاميه اللي نعمل عليها باللغه الانجليزيه، ان شاء الله انها راح تكون لها قيمه كبيره في حياتنا، واتمنى من جميع الاخوان انهم يستثمرون. وانا اشكر مسبقا ومقدما جميع الجهود اللي ستقومون فيها. اشكر الاخوه اللي مسكوا ادارات المشاريع، من ابو فيصل، من ماجد الفراج الى سامي المالكي وعبد الغني سوفي.
الشكر موصول للاستاذ ياسر الحقباني ايضا على الجهد الكبير اللي بذله معنا. راح يكون معنا ان شاء الله في التقييم، اتمنى انه يفي بوعده ويجي معنا في التقييم ان شاء الله. ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله اننا نشاهد هذا المشهد بعد ما نحقق انجاز معنوي محسوس باذن الله. شريط الاستعراض بعد التخرج اكيد طبعا. هذا ودي اضيف شغله يا اخوان، ترى الهيلة اللي شفتوها هذه كلها هذه جزء بسيط من شيء كبير حيحدث ان شاء الله وقت التخرج. ان شاء الله. مما لا شك فيه، وانا اجزم بالعشره انه المجموعه الطيبه اللي حضرت معنا اليوم، واللي في ناس يعني غابوا 2-3 الاعذار يعني مقنعه، وان شاء الله يكونوا معنا. راح يكون في حفل التخرج شيء اعظم وابهر من هذا الشيء. يعني الان احنا نتكلم عن هذه ماده لغه انجليزيه تحت دبلوم اعلامي، واحنا قاعدين نقدم فيها مشاريع كبيره من هالحجم. صحيح. فتخيلوا ان شاء الله يعني على مستوى مشروع الدبلوم كامل باذن الله راح يكون فيها اعمال كبيره جدا قويه جدا، راح تضع لها بصمه على سواء الاعلام الرسمي او الاعلام الغير رسمي. كلمه اخيره استاذ معاذ. كلمه اخيره، اشكر الاخوان كلهم على هذا الحضور الطيب، اشكركم على هذا العشاء المتميز، اشكر الاخوان اللي ساعدوا التنظيم، ماجد الشهراني والاستاذ ابو فيصل وبقيه الشباب كلهم على التنسيق، اللمحه الطيبه منكم. وان شاء الله نتمنى زي ما ذكرت ان نردها لكم كلكم فردا ان شاء الله بافراح. طيب كلمه للمصور ما جبت طريق ترى. اشكرك مستر السحيمي، اشكرك ان شاء الله. خلاص راحت عليك اسم مستر السحيمي. واشكر لك تصويرك الان معنا، وان شاء الله